مساء الخير يا ام طارق. ازيك يا اختي؟ بقالنا كتير ما شفناكيش يا اختي. ايه الغيبة الطويلة دي؟ وشك ولا القمر؟ ان شاء الله يا اختي الغيبة دي تكون بنتيجة، وتكون كمان بالخير ان شاء الله. الا يا اختي مين اللي ماشية هناك دي؟ يا اختي هي ماشية كده ليه؟ هي البت دي ملهاش كسر ولا ايه؟ الله، شوفي ده البت ولا حد هاممها. شوف ماشية تتقصع ازاي. اللي هي البت دي بنت مين؟ قلتيلي يا اختي، ما هو على رأي المثل في القدرة على فمها تطلع البت لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا المقدمة، نقول بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى اللي أول مرة بيسمعني أو بيدخل قناتي يا ريت ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، وفضلا وليس أمرا لايك، وتكتبولي رأيكم في الكومنتات. ندخل بقى في قصة مثلنا النهاردة اللي هو ايه؟ اكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها. طبعا كلنا فاكرين ان المثل ده معناه ان البنت بتطلع لأمها، بمعنى ان لو الأم كويسة يبقى البنت كويسة. أما لو كانت الأم مش تمام أو سلوكها بطال، فبالتالي البنت بتطلع لأمها، يعني بتطلع زيها. لكن بقى أحب أقول لكم إن الحقيقة غير كده خالص. القصة وما فيها إن الأمهات كانوا في العصر العثماني كانوا بينشروا الغسيل على الأسطح، وكان في الوقت ده طلوع الأسطح للبنت الغير متزوجة عيب قوي جدا وعيب شديد كمان. وكانت الأم عندما تطلع بالغسيل على السطح عشان تنشره كانت بتحمله في قدر نحاسي كبير، ولصعوبة الطلوع والنزول على الأم فكانت إذا كان فيه باقي للغسيل فكانت الأم بتكفي القدر وتخبط عليه حتى تسمع البنت من تحت فتطلع لأمها على باب السطوح، وذلك بدلا من أن تناديها باسمها. وده لسببين: السبب الأول حتى لا ترفع الأم صوتها فيسمع من في الشارع أو الجيران، لأن ذلك كان من العيب والمكروه في المجتمع. رقم 2، حتى لا يعرف من بالشارع أن في البيت بنت اسمها فلانة. وعشان كده كانت الأم بتستخدم الضرب على القدر المكفي فتطلع البت لأمها وترفع لها باقي الغسيل. ومن هنا بقى جاءت المقولة اكفي القدر على فمها تطلع البت لأمها. وبعد ما شرحنا قصة المثل حابة أقول لكم يا ريت نتمعن في كل مثل بيتقال ونفهم معناه الصحيح وندور على أصل المقولة إيه، لأن انتم زي ما شايفين وزي ما سامعين المثل كان بيقال وكان بيتقصد بيه معنى اللي هو لو البنت كويسة لو الأم كويسة تبقى البنت كويسة، ولو الأم وحشة تبقى البنت وحشة. وده كان الدارج والمفهوم تقريبا عند الكل. لكن لما دورنا وبحثنا وجبنا قرار القصة طلعت حاجة تانية خالص، وطلعنا كلنا ظالمين الأم كمان. علشان كده أحب كلنا نكون بنفهم المعنى صح، ما ناخدوش كده بالظاهر وما نرددش زي البغبغانات كده وخلاص، لأ نفهم القصة ايه وندور على معناها كمان. وزي ما قلتلكم في الفيديو السابق، كلام أجدادنا كله ليه حكم، وكل كلمة ليها معنى، وكل حكمة فيها موعظة وموعظة حسنة كمان. كلام أجدادنا كله
مع الأيام اكتشفنا إنه في مصلحتنا صرف. الناس دي لا يمكن تتعوض أبدا أبدا أبدا. الناس دي فعلا ربنا يرحمهم. في نهاية الفيديو أتمنى اللي أول مرة يشوفني واللي أول مرة يدخل في قناتي المتواضعة ما ينسانيش من اللايك، ده فضلا وليس أمرا. وياريت كمان تكتبولي رأيكم في الكومنتات عشان ده بيشجعني وبيخليني أدور أكتر وأجيب لكم معلومات أكتر. وبعد ده كله اوعوا تنسوا الاشتراك. دوسوا على زر الاشتراك، جنب الاشتراك في جرس صغير كده هندوس عليه، هنختار منه كلمة الكل. طيب ليه الكل؟ الكل ده علشان خاطر يوصل لكم إشعار بكل جديد بينزل في قناتي، ولما يوصل لكم الإشعار ده يساعدني ويشرفني إن انتوا تشوفوه وتقولوا لي رأيكم فيه. في النهاية أقول لكم دمتم في رعاية وحفظ الله، واشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد وقصة جديدة ومثل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا ما تروحوش بعيد. استنوا نسيت اقول لكم على حاجة مهمة. ايه رأيكم بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله تحبوا ان احنا نتكلم في قصة مثل جديد من بتوع اجدادنا القدماء، ولا تحبوا نتكلم على طريقة الكلام المصرية اللي نصها بالطريقة الهيروغليفية واللي لسه بنتكلم بيها لغاية وقتنا هذا؟ او غلاوتكم لغاية دلوقتي لسه بنقول كلام بالطريقة الهيروغليفية؟ ولا بقى تحبوا نتكلم عن عاداتنا زمان الجميلة، عن عادات المصريين بتاعت زمان، واللي بيقدموا القهوة معاها كوباية مي؟ انتوا تعرفوا ليه؟ طب اللي يعرف ليه يكتب لي في الكومنتات ليه زمان كانوا بيقدموا مع القهوة كوباية مية. ها قولولي تحب نبدأ بإيه، أو تحبوا الفيديو الجاي يكون عن إيه؟ هستنى رأيكم في الكومنتات. هستنى تقولولي ابدأي يا أميرة بالفيديو ده أو اتكلمي عن القصة دي. اتفقنا؟ كمان نسيت أقول لكم اللي ما يعرفنيش، أنا أميرة وقناتي يوميات حواء. للمرة التانية بقول لكم ياريت اللي أول مرة يسمعني ويدخل في قناتي فضلا وليس أمرا ما تنسانيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وطبعا هنختار الكل. طيب ليه الكل؟ علشان خاطر يوصل لكم إشعار بكل جديد بينزل في قناتي. وفضلا وليس أمرا ما تنسوش اللايك وتكتبولي رأيكم في الكومنتات. سلام.